هو انت ازاي ماشي على 35 او 40 على الغيار الرابع؟ طيب بص، انا مش مشكلتي ان انت بتحرق غيار، ده رقم واحد. رقم اتنين، المكنه دي 6 غيار، كانت 5 غيار الاول بقت 6. هو مش مديك الغيار السادس عشان سرعه، لا هو مديهولك عشان عدد لفات الموتور دي تقل شويه، يريح معاك الموتور. فبالتالي هو عايزك تنقل الغيارات بدري، لان انت لما بتبقى عدد لفات الموتور دي عاليه على غيار قليل او حتى غيار عالي، بتلاقي المكنه خشنه معاك. فانا مش دايما بمشي على الار بي ام اساسا، ولا ببص انا ماشي سرعه كام، انا ببقى ماشي على صوت الموتور. صوت الموتور خشن معايا، فلازم انقل غيار. انا ما ينفعش استناه يخشن ويعلى والكلام ده كله. زي ما بقول لك، انت ممكن على الغيار الرابع او الخامس تقفل العداد. انا بقول لك اهو، رابع او خامس تقفل العداد، بس هل انت كده صح؟ لا طبعا انت غلط، ومليون في المية انت غلط. فمش معنى ان المكنه بتودي معاك على الرابع والخامس بتجيب معاك سرعه عاليه فانت كده صح. لا يا باشا، انت مش صح، انت قمه الغلط بتاعك. هتقول لي طب ما انت ماشي على 40 وعلى الغيار الرابع المكنه بتكركر. يا حبيبي ما بتكركرش والله، ما هي لو بتكركر كنت رجعت الغيار، بس هي ما بتكركرش. بالعكس هي ماشيه عادي. صوت المكنه يا جماعه بيبقى عالي. انا ما ينفعش افضل احرق طول الوقت، انا كده بستهلك بنزين وبولع في البستم على الفاضي. انت بتتعامل مع المكنه بعنف. انت يعني ماشي بالرابع عشان هو مودي معاك ل 60 و70، فانت مش عايز تنقل. انت تمام يا حبيبي، ما هو هيقفل معاك العداد، هيقفله. انا بقول لك اهو هيقفل معاك عداد بس. وبعدين يعني ايه الحلو في كده؟ يعني هتدي ال6 غيارات المكنه هتجيب معاك 130 135، الرابع الخامس هتجيب معاك 130 135 برضه. فانت بتعمل ايه؟ وبعدين التالت في ال6 غيار اكنه رابع، يعني العكس. يعني الغيار الرابع هنا زي الغيار الثالث في المكنه ال5 غيار. يعني المكنه ال5 غيار وانت مدي الثالث، انا عندي هنا بمدي الرابع، هتلاقي عدد لفات الموتور زي بعض. فانا رايح مكانتي والله اقعد اولع فيها. فالناس في الكومنتات كلها حتى بشوف مثلا ايه بيسيبوا محتوى الفيديو ويقعد يقول لي انت ازاي ماشي 35 40 على الغيار الرابع؟ يا حبيبي ما هو ده الطبيعي. هي المكنه 6 غيار عشان تنقل انت غيارات، انت بقى بتقعد تحرق. طب اقول لك على حاجه، انت لما بتبقى ماشي على الخامس وبتكسر ال100، بتجيب 100 وبتكسر ال100 وبتيجي تدي السادس، بتحس ان المكنه اتكتمت ولا لا؟ ما بتتكتم معاك عشان انت عليت عدد لفات الموتور ورحت مدي غيار كده، انت كتمت المكنه. عمر المكنه ما ولا هتفتح معاك سرعه ولا المكنه هترتاح معاك. يعني الغيار السادس انت كده لغيته. لما تخلي ده يعلى وتجيب توب سبيد 130 على الغيار الخامس وتيجي تنقل السادس، مش هيعمل معاك اي حاجه. هتحس ان المكنه بتتكتم، هتحس المكنه بترجع لورا. وكل الناس اللي معاها مكنه 6 غيار هتلاقي بيحصل معاها نفس الموضوع ده. هتلاقي المكنه رجعت معاك لورا، ما طلعتش لقدام. ليه؟ عشان انت عليت لفات الموتور ورحت مدي الغيار في وقت غلط. يا جماعه نقل الغيار في الوقت الصح دي حاجه كويسه. اول حاجه تحافظ على الفتيس ان ما يكركرش منك، وان انت ما تضغطش عليه مثلا تبقى ماشي على غيار عالي وانت ماشي على سرعه بطيئه قوي، ولا ان انت برضو تحرق الغيار وتولع في البستم وتكسر الترس ولا الكلام ده.